السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. اهلا وسهلا بكم في حلقه جديده من حلقات التصوير المصري. معاكم محمد فتحي. حلقه النهارده حلقه مرمطه، حلقه مميزه، حلقه تعبتني والله العظيم جامد. بس قبل ما نخش في الحلقه نصلي على النبي الاول ناخد الثواب. حلقتنا النهارده هتهم مصورين المنتجات ومصورين الكوميرشال ومصورين الطعام ومصورين الحاجات اللي بتحتاج خلفيات. انا عملت خلفيات تصوير وارضيات جت متاخره قوي، يعني انا بقالي سنين عايز اعمل حاجه زي كده بس الكسل وحش، شغال بحاجات مختلفه بس لابد من الاشياء اللي انا عملتها دي. خليني احمسكم واوريك الاول انا عملت ايه. يعني ايه، يا رب تكونوا شايفين الحاجه احسن اكتر مني. يعني بصوا، هو انا مش عارف ابينها قوي عشان انا اكتر من كده مش هبان من الكادر يا جدعان، والله هتشوفوها هي بتتعمل ان شاء الله. اوبا، يلا نروح اوريك بقى الكواليس بيهايند ذا سينز والكلام بتاع الاجانب ده اللي هم بيعملوه عندهم. بس يا باشا انا اختلف عن الاخرون وعادي، انا لا ما بتجملش، الشبشب واديها. يلا بينا واسمع بقى الفويس اوفر واتفرج عليها وانا برياكت واقول لك كل حاجه وانا بتكلم وجبت الحاجه منين وبكام وكلفني ايه وعملت ايه. بس الموضوع يعني اولموست ارخص بكتير من بره، لان انا سالت قبل ما اعمل الموضوع ده واتصدمت بالسعر اللي انتوا شايفينه دلوقتي ده. خدته في وشي كده في سقف حلقي، فاللي هو عملوه اللي عمله ده مش احسن مني. طب ما انا اعمل انا كمان. يلا بينا شوف الكواليس واحكي لك بقى انا عملت ايه وجبت ايه. يلا بينا نروح بقى للكواليس او اليوم اللي كان مرهق بالنسبه لي. بصوا يا جماعه، انا مسرع لكم الفيديو بحوالي 500% او اكتر، لان الفيديو ده بالظبط مدته ساعه و5 دقايق. طبعا مش هيتفرجوا على ساعه و5 دقايق، بس عشان اقدر اتكلم واقول لكم الحاجات دي ايه وجبتها منين وبكام والتفاصيل كلها اثناء ما انا شغال بكسبنا وقت. مبدئيا انا الخشب اللي بدهن عليه ده خشب اسمه MDF او بلغه النجارين اسمه خشب فايبر. الخشب ده سمك 4 مللي، اللوح بتاعه عمل 180 جنيه. فرخ لوح MDF 4 مللي عمل 180 جنيه. وقطعته في مكنه، قطعته مقاسات ايه، مقاسات 60 في 80. الخلفيات اللي ورا تبقى 60 في 90، بس عشان انا اخد منه اكبر عدد من القطع فانت اتنزلت عن 10 سنتي، دول بقوا 60 في 80. قطعت 6 حتت بقى معايا 6 قطع خشب 60 في 80 من MDF ده السمك 4 مللي. طبعا لو في حاجه اسمك من كده او 6 مللي او اكتر هيبقى افضل، بس هيبقى اغلى. في نفس الوقت انا مش هعمل بيه حاجه جامده قوي، فقلت 4 مللي 4 مللي مش مشكله. ولحسن الحظ انا عشان بوضب في شقتي فعندي الخامات دي موجوده وعندي مساحه ان انا اعمل فيها الحل اللي انا عملته ده. جبت الخشب، جبت القطعه كلها حطيتها فوق عندي وابتديت اخد فيهم قطعه قطعه، وجبت الخامات اللي بدهن بيها الا وهي حاجات بقى. بص، انا كل اللي يهمني في الموضوع ده كله اللون والشكل، مش هيهمني خامه، انا مش نقاش يعني بحط حاجات ما تنفعش على بعض وبشتغل بيها. اول حاجه جيت عملتها زي ما قدامكم دلوقتي كده هي اللاكيه الاسود. ده بيتباع عند اي موان نص كيلو ربع كيلو، ما بيكونش غالي، يعني ممكن يعمل له ربع كيلو يعمل مثلا 25 جنيه حاجه زي كده. فده كان عندي بواقي حاجه ان اشكال شغال بيها، فاضطريت ان انا اشتغل بيه، مش فارقه، مش هجيب تاني وما هو عندي كده كده. كان عندي لاكيه تاني بقى، لاكيه رمادي، اللي هو كان لاكيه ابيض عليه اسود عشان برضو كان شغال بيه رمادي عندي، فاتبقى شويه لاكيه رمادي. فقلت اجرب في الرمادي. عامه كده كده عمال اهبط، يعني عمال اجرب وابدع هنا وابدع هنا، انا مش هخسر حاجه. هي اصلا عايز اشكال عشوائيه، مش عايز اشكال تكون ثابته يعني. فقلت لا بلاش تعمل بالرولة بقى، الرولة كده كده اتوسخت لاكيه اسود، فنعمل بالفرشه نعمل بيها اللاكيه الرمادي. وفضلت ادهن بالفرشه كده زي الفل، ادهن لغايه ما في الاخر وانا اصلا شغال بالفرشه وباللاكيه ده البويه خلصت. انا مكنتش عامل حساب حاجه زي كده ان اللاكيه الرمادي ده يخلص وانا شغال بيه. قلت هيكفي، ما كفاش. طب هعمل ايه؟ مش هينفع احط لون تاني، ومش هينفع ان انا انزل اشتري دلوقتي، ومش هشتري مخصوص عشان حته خشبه بمعنى اصح. فرحت مكمل بالمتاح، قلت بقى يبقى خفيف، لير خفيف كده مش مشكله، بس تبقى الخشبه كلها واخده
تنت الرمادي او لون الرمادي، بحيث ان برضو تنفعني كخلفيه او كارضيه. فزي ما انت شايف كده، دي بكمل ببواقي اللي باقي من علبه اللاكيه اصلا. مش مشكله بقى، اللي يحصل يحصل، انا بعمل حاجه تديها بس مجرد لون حتى لو خفيف. طبعا وانت شغال اللي محتاجه معاك او الحاجات اللي افضل ان انت تستعملها، اولا جوانتي عشان ايديك ما تبصش، انا ده كلها بقت بويا، الجوانتي بقى بويا. فالجوانتي هتجيب رولة، وهتجيب فرشة، وهتجيب مثلا النوع بقى اللي انت عايزها. انا عن نفسي كان المنتج معايا اللاكيه ده، اشتغلت بيه شويه، وبعدين دلوقتي اشتغلت بخامات تانية كمان شويه، بس اللي بلاقيه قدامي اي خامه بلاقيها قدامي فيها لون بشتغل بيها. انا كده كده مش نقاش، انا مش فارقه معايا قوي يعني الخامه ايه هي، فبالتالي بشتغل باي خامه قدامي. كده خدتها على جنب عشان تنشف، واجيب خشبه تانية دلوقتي واحطها، واحط اختراع تاني، افتكس تاني. انا عشان بستعمل اسود كتير، ففكرت ان انا اعمل 2 اسود، يبقى ارضيه وخلفيه. لو انا بصور مثلا حاجه محتاج فيها ارضيه وخلفيه، فيبقى عندي 2 اسود. انا كده بستعمل اسود كتير، وتصويري فيه مود كده غامق في معظم الاحيان يعني. والاسود عندي الحمد لله كتير، فقلت ايه، اشتغل بالاسود، نعمل 2 اسود. خدها على جنب عشان تنشف، ونجيب خشبة تانية ونفتكس فيها افتكاس تاني. اهم حاجة انك تحط مشمع تحت الحاجة عشان ما تبوظش الدنيا، سواء في شقتك او في اي حتة. هنا بقى انا ده مش فاكر او مش فاهم ده اصلا ايه يعني. ده انا كنت بدور على معجون اساسا عشان ادي طبقة او ادي حتة خشبة كده، حاجة فيها تكستشر، حاجة فيها زي خامة كده او بروز. لقيت قدامي مش عارف بقى ده معجون ولا ايه، مكتوب عليه سيلر مقوم ولا معجون، والله مش فاهم، بس المعجون بيكون ابيض، ده مش معجون سك. قلت يلا مش مشكله، انا عايز اي حاجه تديني اي تكستشر، انا مش هفت فيها يعني. ادينا بنتعلم وبنجرب، واكيد مش اول مش اخر مره اشتغل في الموضوع ده. رحت جايب واخد منه يا باشا بسكينه المعجون، وادي ادي ادي عادي خالص، ولا مش فارق معايا ايه اصلا ده يعني. انا عايز تكستشر يا معلم، مش مهم ايه، حتى لونه مش باين له ملامح، بس مش مشكله برضو شغال، ولما ينشف هيبقى افتح شويه. وتكستشر كده يا باشا، تكستشر تدي اي طبقه عشان ملمس، لو انت بتصور حاجه عليه يبقى باين ان فيه ملمس كده. مشي عليها السكينه كده بجنتل كده، جنتله، عشان تعمل تكستشر لزوز. ابدع يا باشا، طلع الفنان اللي جواك، طلع فنكوخ اللي جواك. دي استراحة مقاتل عادي، يبقى تنشف. نجيب حتة كمان نعمل فيها افتكاسة جديدة. اللي محتار اعمل ايه اساسا، مش فاهم، اللي هو انا عايز اعمل حاجة مختلفة، بفكر طب اعمل ايه. اللي عارف الدهانات اللي بتحط على اللاكيه عشان او البلاستيك عشان تطبق بيها الشقه، اللي هو العلب الصغيره دي، اللي هي مش عارف اسمها ايه، علبه ب8 جنيه عامه يعني، بتكون لون كده عند الموان، بيتحط على البلاستيك عشان يدهن لك بيها شقتك. قلت افتكس، حطيت لاكيه اسود وعليه نقطتين اصفر عشان اجرب. فحسيت الموضوع ايه يعني، ينفع يمكن يجي منه ولا حاجه. رحت مدي دي يا باشا طبق اسود، وهتلاقيني هتشوف عملت فيها ايه دلوقتي. سيبها تنشف شويه ونشوف هنهبط في ايه تاني. جبنا خشبة كمان، اعمل ايه. رحت يا باشا حاطط شوية اسود، جايب عليهم شوية اصفر، وبجرب كده التيست عامل ازاي. ايه ده، تصدق حلو. رحت مكمل اسود، ومقلب عليه شوية اصفر، وقلب يا باشا، وبحته قماشة صغيرة كده بتاع 5 سنتي. ادي اي حاجة، انا عايز عشوائي، اديني في العشوائيات. انا اصلا بعمل اشكال عشوائية، انا مش عايز شكل يكون منمق. ما لو منمق او رايح جايب بقى ورقه من مكتبه كانسون واشتغل بيه وخلاص. لا، هو في المنتجات والاطعمه انت بتحتاج اشكال معظم الوقت عشوائيه. طبعا انا كان نفسي اعمل اكتر من كده رمادي، بس رمادي للاسف خذلني. بس المره الجايه ان شاء الله لما اجي اعمل ابقى ازود واعمل حسابي ان انا ايه، هحتاج رمادي كتير. فنان انا المفروض ان انا اقدم في اصلا اي جاليري من اللي بيتعملوا في فرنسا ولا حاجه، تبقى بكامل لوحدي.
نسيبها تنشف ونروح نجيب الصودا اللي نشفت من شويه عشان نبدأ عليها. كنت جايب لفت مواعين بايظه، كنت عايز اصفر، رحت ايه قلت اجرب. هو الاصفر غالبا لزق جامد بس ايه مش مشكله، خلاص دي كده كده خربت بقى، اللي هو ايه انا عملت الاصفر عمل كده. كنت جايب رمادي، رحت يلا اديها رمادي، اللي الرمادي كمان. العشوائيه تتحدث يا باشا، العشوائيه تتحدث، ما عندناش قواعد، ارزع اي حاجه في اي حته. نديها شويه اسود كمان، كود اسود كمان، يا سلام عايز الطلب. عشوائيه انت يعني احلى حاجه في الموضوع ده ان هو مفيش تنظيم، محدش هيقول لك ايه الصح وايه الغلط. حط يا باشا اللي انت نفسك تحطه حطه، لو عايز تحط مقادير اكل حط كمان. ده شكل الخلفيات لما خلصت وصورتها لما قبل ما تنشف، سبتها تنشف شويه. طبعا الاخرانيه اللي فيها المعجون دي شكلها غريب وعجيب بس مش مشكله، ما بيتعلمش ببلاش. كده عملت 6 خلفيات. كويس، اول مره بالنسبه لي انا شايف ان ده مقبول، مش وحش، ومنهم حاجات كويسه طبعا. صورت بيهم كام صوره هوريها لكم دلوقتي وانا بتكلم معاكم عشان تعرفوا الحاجه في الصوره عامله ازاي. دول كام صوره انا صورتهم مع الخلفيات دي بعد ما نشفوا، قلت اجربهم. دي المعجون، ودي اللي كان فيها برتقاني وزاد مني، او الاصفر وزاد مني. الارضيه كانت الزيتي اللي هي المموهه، دي كانت الارضيه السوداء، والخلفيه الزيتي. طبعا دي حاجات كده سريعا يعني. ودي كانت الارضيه الزيتي برضو اللي ورا اللي فيها البرتقاني. وبكده اكون عرفتك انا عملت ازاي الموضوع ده، والخلفيات دي والباك دروبس دي والارضيات دي. مش كتيره، مش هقول لك انا جامد جدا واحسن حاجه، بس انا فرحان. وفي حاجه بينا انا يعني نفعتني وشفتها في الصور اللي انا عرضتها لكم، وان شاء الله في حاجه بينا تنفعني في حاجات في دماغنا قدام. ممكن اعمل تاني وتالت، مفيش مشكله يعني. خلاص عرفت الطريقه، عرفت السكه، وعرفت التكاليف، وعرفت الخامات، واتعلمت لو حاجه غلطت فيها او حاجه ما ظبطتهاش فانا اتعلمت. فانت كمان لو عايز تعمل الموضوع زي ما انت شفت مش مكلف قوي يعني. تمن ده كله ما يجيش مثلا تمن خلفيه واحده من اللي قلت سعرها. ف جو اهيد اعمل الخطوه دي لو انت مصور منتجات. وراس مال مصور المنتجات والطعام زي ما قلت لك قبل كده هي الخلفيات والارضيات والبروبس، اللي هي مثلا اي حاجه بتحط تملك كادر اسمها بروبس، مثلا حته خيش، قماش، حته خشبه، جذع شجره، الكلام ده كله برده مفيد جدا لمصورين الاطعمه ومصورين المنتجات. رب اكون فدتك وعرفتك حاجه ما كنتش تعرف تعملها، او استمتعت بالحلقه. سيبك من ان انت تكون عرفتها، انك اتبسطت بالحلقه. لو عندك اي سؤال سيبه لي في الكومنتات تحت الفيديو، او ابعت لي على صفحتنا، ده اللينك في الديسكربشن تحت الفيديو. ما تنسانيش من دعائك، مش مهم اللايك، مش مهم الشير، اهم حاجه تدعي لي. وسلام.